السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المشاهد، جاي لك النهارده بكلمتين وموضوع مختلف تماما. قناة نادي الزمالك امبارح بتقدم عظمة. جمهور نادي الزمالك واعلاميين نادي الزمالك، الناس اللي كانت بتشتكي كتير قبل كده وبتقول عايزين تطبيق للعدالة التحكيمية واترك المركز الثاني للمنافسين، ولما جت تقنية الفيديو كل واحد عرف مقامه. امبارح قناة نادي الزمالك بتطالب برئيس لجنة حكام مصري وبتقول لك ليه يكون اجنبي؟ ده اهدار للمال العام. يا سلام. وكمان عايزين عصام عبد الفتاح، والاهم من ده كله ان احنا عايزين نلغي تقنيه الفار علشان الزمالك يعود لمنصات التتويج تاني. ولما واحد يغطس غطس او يزوم او واحد يعمل اي حاجه، مفيش حاجه تراجعها، ونرجع للمقوله الشهيره بتاعتهم: الاخطاء التحكيميه من متعه كره القدم.